أول نقطة حابة أتكلم فيها في الموضوع ده إن الاعتداء الجنسي مش بس معناه الاغتصاب، لأ، في لمسة تعتبر اعتداء جنسي، وممكن اللمسة دي تحصل قدام الكل بس محدش فاهمها. في كلمة تعتبر اعتداء جنسي، في نظرة تعتبر اعتداء جنسي، في صورة ممكن نفرجها لطفل يعتبر اعتداء جنسي، في فيديو ممكن نفرجه للطفل يعتبر اعتداء جنسي. فما نحصرش الموضوع في حتة الاغتصاب، لأ، لازم نبقى واعيين وشايفين كويس ولادنا قاعدين مع مين، بيتكلموا مع مين، تصرفات اللي حوالينا ايه مع ولادنا. المصيبة السوداء ان اللي بيعمل ده مش بس الغريب، بالعكس الغريب هيخاف يعمل ده مع ولادنا عشان مش ضامن رد فعل الطفل هيبقى عامل ازاي. لكن الطامة الكبرى والمصيبة الكبرى ان ده ما بيحصلش غير من اقرب المقربين، فدي لوحدها مشكلة كبيرة جدا. طب ايه قصدك، ان احنا بقى نخاف ونبعد عن الناس ومش عارف ايه؟ لا خالص، بس نحترس، نخلي بالنا، نركز في تصرفات اللي حوالينا، ما نسيبش ولادنا تحت اي بند مع حد برايا انا وامه، الاب والام. في حد تالت هيقعد مع الطفل يبقى لازم واحد فيهم قاعد معاه، مفيش حاجه اسمها اصله ده صاحبي وانا هسيب ابني معاه، اصل انا رايح مشوار مع مراتي، اصل ده مش عارف قريبه مين، اصل ده مش عارف. لا، ما بقاش في الكلام ده دلوقتي. خافوا على ولادكم من القريبين، خلي عندكم حذر وحرص في التعامل عشان ما تجيش بعد كده وتندم.